السلام عليكم. رايح أدخل في صلب الموضوع، وهو اللي يتعلق بأحد المقاطع اللي انتشرت في الآونة الأخيرة، واللي كان يتحدث عن أن الروب لما يضاف كتتبيلة إلى المشويات وبالخصوص الدجاج فإن هذا يتسبب في إنتاج مادة مسرطنة وشديدة الخطورة، وخطين تحت هذه العبارة لأنها عبارة ثقيلة حينما توضع في ميزان البحث والتقييم. من العبارات التي ذكرت أيضا في المقطع عبارة اللاكتوز، وللتوضيح اللاكتوز هو عبارة عن سكر ثنائي يتكون من الجلاكوز والجلاكتوز، وذكر أيضا الكيزين. الكيزين هو في غاية الأهمية فيما يتعلق بالشرح اللي رايح أبينه بشكل مختصر بعد قليل. الكيزين تختلف نسبته من حليب إلى آخر. في حليب الأبقار وعلى سبيل المثال نسبته تصل إلى حدود 80%. طبعا هو عبارة عن مادة بروتينية. المتبقي 20% هو عبارة عن الوي بروتين، وهو المادة السائلة اللي نحصل عليها بعد ما نستخلص المادة الصلبة من الحليب. للتوضيح نقارن. حليب الإنسان يحتوي على ما يعادل 40% من الكيزين، 60% هو عبارة عن الوي بروتين، وهنا نلاحظ الفرق. طبعا بعض الدراسات الخجولة جدا تحدثت عن أن الكيزين قد يرتبط، وهذا كان مبني على الملاحظات، يرتبط ببعض الأورام السرطانية مثل سرطان البروستات وسرطان الثدي على وجه الخصوص. الإشارة الأولى جاءت من قبل شخص اسمه تي كولين كامبل في كتابه The Chinese Study، وبدأ يتحدث عن مخاطر الكيزين وأنه يتسبب في بعض الأورام السرطانية. طبعا كل هذا يرتبط بالكيزين في الحليب لوحده، بغض النظر عن أن أضيف إلى بعض المأكولات لو ما نضاف، هذا فقط يرتبط بالكيزين في الحليب. وهذا عليه جدل كبير، وكما ذكرت في بداية حديثي علامة استفهام خجولة على هذا الكلام، لأنه مبني على الملاحظات، مو جاي من مراكز أبحاث معتمدة، وله من دراسات كلينيكية واضحة المعالم على المرضى. انتهى هذا الكلام. طيب، لما يذكر الكيزين ويربط ببعض المشويات ونقول مادة مسرطنة وشديدة الخطورة، احنا نسأل ما هي هذه المادة؟ وكيف يتفاعل الكيزين مع بعض المواد الموجودة في اللحوم المختلفة، سواء كانت دجاج أو أي لحم آخر أحمر أو أبيض، ومن خلاله تنتج هذه المادة المسرطنة وشديدة الخطورة. السؤال الثاني، من وين جاي هذا الكلام؟ إذا كان جاي من بعض الدراسات الخجولة أيضا، هذا كلام غير معتمد. كيف نأكده وننشره إلى الناس؟ وإذا كنا ماخذينه من بعض المواقع الموجودة على شبكات الإنترنت، فهذا كلام أيضا معيب. وعلى كل حال أبين أن دائرة البحث دائرة معقدة أشبه بالوادي السحيق، ما يجوز كل من جاء وينخرط فيه ويحاول أنه ياخذ بعض الكلام الموجود هنا وهناك وينشره إلى الناس بهذه العشوائية. وعلى كل حال أنا أعتقد بأن الإجابة على التساؤلات اللي وصلتني بخصوص هذا الموضوع واضحة فيما تقدم من كلام.